اكتر سؤال بيتسأل لكل الناس اللي بتسمع عن الديجيتال ماركتينج، واكتر سؤال انا عامة بيتسأل لي من ساعة ما اشتغلت في المجال ده: ازاي نتعلم ديجيتال ماركتينج؟ انا هعمل بلاي ليست باذن الله، كل يوم هنزل فيديو. البلاي ليست دي هتكون طويلة شوية، ممكن توصل ل 30 او 40 فيديو، ولكن البلاي ليست دي انت هتخلصها هتكون مكتسب بيها شوية حاجات. من ضمن الحاجات اللي هتكتسبها دي انك هتبقى فاهم ايه هو الديجيتال ماركتينج، وايه هي الفيزز الصح اللي المفروض تمشي عليها علشان تبقى فعلا ديجيتال ماركتير، تقدر تلاقي شغل وتقدر تشتغل. فالبلاي ليست دي او الكراش كورس ده او ايا كان هنسميه ايه، هو مش هيكون هدفه ان احنا نجيب شوية تولز نطبق عليها، ولكن هو هيكون هدفه مايند سيت بحت، وازاي احنا نقدر يبقى عندنا المايند سيت بتاعت اي ماركتير ناجح، او ناس امثله احنا بنشوفها سواء في مصر او بره مصر، امثله ناجحه جدا وعملت شركات وعملت ملايين الدولارات. الناس دي بتفكر ازاي وبتدور على ايه في الكونتنت بتاعها، او في الاستراتيجي بتاعتها، او في اي حاجه تخص الماركتنج هم بيعملوها. فده هيكون باذن الله لاي حد بيطرح عليه سؤال: انا عايز اتعلم ديجيتال ماركتنج، هيكون ده بالنسبه لك باذن الله يكون رود ماب قوي جدا تقدر تستفيد منه وتفهم منه حاجات كتير. ممكن انت تكون بتدور على اجاباتها ومش بتلاقي لها اجابه، او ان هي بتبقى جوه دماغك وانت مش عارف تسالها لمين ومين ممكن يجاوبك عليها. فده كده بشكل مبدئي عشان ما اطولش على الناس. هيكون اول فيديو. البلاي ليست دي هتكون شامله كل حاجه في الماركتنج. هنبدا النهارده نتكلم عن فكرة معينة أنا عايز أتكلم عنها قبل ما نبتدي نخش في الحاجات التنفيذية ونتكلم عنها. خليني أقول لك إن أنت ممكن تشوف ناس في الديجيتال ماركتينج شغالة بقالها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ومش عارفين يحققوا الحاجات اللي هم عايزينها، أو مش عارفين يعملوا فلوس قوية من الديجيتال ماركتينج. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي ناس تانية في نفس الثلاث سنين او الخمس سنين دول او وات ايفر يعني الرقم، قدروا يحققوا ارقام كتير وعملوا فلوس كويسه من الديجيتال ماركتنج. طيب الفرق بين الاتنين دول باختصار هو ايه؟ ان التعليم لوحده مش كفايه. يعني ايه بقى التعليم لوحده مش كفايه؟ في ظاهره انا شايفها بتتكرر كتير، ان في ناس كتير قوي تلاقيها بتشوف كورس بعدين كورس بعدين كورس، تبتدي تشوف روح ورك شوبس مثلا، تبتدي تشوف بودكاست، تبتدي تسمع من ناس كتير جدا، ولكن بعد كل ده هم لسه مش شغالين ولسه ما عندهمش كلاينت او مش لاقيين شركه ينزلوا فيها حتى لو تريننج او انتر. وفي ناس تانية بتعمل نفس الخطوات دي بس بطرق مختلفه، بس بناء عليها بيلاقوا شغل وبيلاقوا حاجات كتير كويسه. طيب الفرق بين الاتنين ايه؟ انا هقول لك الفرق باختصار، ومن تجربتي انا في السوق ده بقالي اكتر من 6 سنين. في حاجه اسمها الكوليكتور وفي حاجه اسمها البيلدر. طيب يعني ايه كوليكتور؟ يعني ايه بيلدر؟ الكوليكتور ده شخص بيكولكت بس، يعني بيجمع بس. بيجمع ايه بقى؟ بيجمع شويه معلومات من هنا على شويه كورسات من هنا، بيسمع بودكاستات من هنا، وبعدين بيبتدي يحس احساس كويس، احساس ان انا خلاص انا فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه وسمعت كل حاجه، بس هو في الاخر مش عارف يطبق حاجه، يعني مش عارف يوصل للمرحله اللي هو يطبق فيها. يبقى احنا هنا انا بشوف ان ده جزء كبير جدا من المتعلمين، ان هم بيحاولوا يعملوا كولكت كولكت كولكت، ولكن في الاخر مفيش حد بيابلاي او مفيش حد بيطبق بالشكل الكافي، فالاوتبوت بتاعته بتبقى زيرو. هو بيحس ان هو برودكتيف لكن هو ما بيعرفش يطبق في الاخر. انما الماركت بقى بيدفع لايه؟ بيدفع للاكسكيوشن. الاكسكيوشن اللي هو التنفيذ. ده بمعنى ايه؟ او ده يوصلنا لايه؟ يوصلنا للنوع التاني اللي هو البيلدر. البيلدر ده باختصار هو شخص بياخد معلومة ناقصة ولكن بيعمل بيها حاجة. يعني هو مش مستني يبقى اكسبرت لدرجة معينة علشان يقدر يشتغل. لا، انا هاخد من ياسر معلومة وهاخد من غيره معلومة وهروح اطبقها، هشوف معلومة هنا هروح اطبقها، هسأل حد سينيور هنا او مانجر هنا وهاخدها اروح اطبقها. الحاجات دي هي اللي بتبني له حجم من الاكسبرتيز اللي يقدر في الاخر هو يطور نفسه بيه، فيبقى في ظرف سنة سنتين ثلاثة اختلط بحاجات كتير جدا، فقدر بناء عليها يحقق حجم ما من الخبرة. والحجم ما من الخبرة ده هو اللي بيأهله ان هو يشتغل وان هو يوصل لحاجات كتير. وده يوصلنا لإيه؟ ان الماركت مش بيدفع للشخص الأذكى، ومش بيدفع للشخص اللي عنده اكبر قدر ممكن من المعرفة، ولكنه بيدفع للشخص اللي بيعرف يعمل الحاجة. يعني لو انت بتعمل الحاجة بنسبة 30 40 50 60%، الاحتمالية ان انت تلاقي شغل في الحاجة اللي انت بتعرف تعملها دي اكتر بكتير من ان انت تكون عندك معلومات 100% بس ما بتعرفش تطبق حاجة. فدي كده نقطة مهمة لازم احنا نكون فاهمينها قبل ما نكمل البلاي ليست دي، علشان نبقى فاهمين احنا بندور في البلاي ليست دي على ايه. لو انت مثلا جيت بصيت لاي كرييتور في الدنيا انت بتحبه سواء مصري او مش مصري، تعالى مثلا شوف اول فيديو هو عمله
او اول فيديو قرر ينزله او بودكاست او ايا كان، غالبا هتلاقيه وحش جدا، هتلاقي تصوير وحش، هتلاقي المونتاج فيه ما كانش احسن حاجه، هتلاقي كل الكلام ده. بس ده وصله في الاخر ان هو دلوقتي بقى عنده فان زيك كده وبيحبه وبيسمعه وجه في باله دلوقتي لما انا قلت اسمه. فده معناه او اسقاطه على كلامي ان ده اللي بيحصل على ارض الواقع، ان هو عرف مثلا التصوير بيتعمل ازاي، بس ما فضلش بقى يشوف فيديوهات ازاي اعمل احسن تصوير باحسن كاميرا باحسن مونتاج. لا، هو فهم الكونسبت وراح طبقه، ومع الوقت بدأ يطبق ويدور ويطور من نفسه، فبالتالي وصل للمكانة اللي هو وصل لها دلوقتي. وطبعا الأمثلة دي مفيش أكتر منها. ده معناه إيه بقى؟ معناه إن الماركت مش بيكافئ الشخص البيرفكت، ولكن هو بيكافئ الشخص اللي حاضر دلوقتي. الكورس ده أو البلاي ليست دي أنا مش هديك فيها ماجيك فورمولا، ولكن أنا هغير لك فيها طريقة تفكيرك بنسبة 100%. لو أنت كملتها للآخر أضمن لك إن أنت هتغير طريقة تفكيرك بنسبة 100%، لأن التولز في الديجيتال ماركتنج بتتغير كل سنة، لكن اللي مش بيتغير على مدار السنين هو المايند سيت. وده اللي احنا باذن الله هنعمله. كمان هنفهم في البلاي ليست دي ازاي الناس بتاخد قرارات بناء على ايه، ازاي الاتنشن بتاع الناس بيتحرك، ازاي بنبني الثقه وبنحولها لريفينيو للبيزنس ويحقق في الاخر فلوس، لان ده طبعا بيبقى جزء مهم جدا لاي ماركتير. وده اللي احنا هنتعلمه، وده اللي احنا هنحاول نطبقه مع بعض خطوه بخطوه في البلاي ليست. اللي انا عايزه منك في التاسك ده او في الفيديو ده، بس طبعا هو فيديو انا حاولت ان انا ما اطولوش على قد ما اقدر عشان تفهم احنا داخلين على ايه، ولكن انا عايزك ان انت بس تكتب كده مع نفسك، حتى لو في النوت بتاعت الموبايل او في ورقه او حتى تحطها في دماغك، ليه انت بتتعلم ديجيتال ماركتنج؟ انت هتتعلم ديجيتال ماركتنج علشان ايه؟ وحط الرساله دي قدامك، علشان باذن الله بعد ما نخلص البلاي ليست دي هترجع لها وهتشوف انت كنت فين وبقيت فين. وده هيبان باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. فباذن الله تاني فيديو في البلاي ليست دي هينزل بكره، لو انت بتشوف الفيديو ده يوم نزوله. لو انت ما شفتوش يوم نزوله او شفتها بعد كده، باذن الله هتلاقي البلاي ليست بتكمل وبتزيد. وطبعا هي لما هتخلص انا هقول في اخر فيديو ان هي خلصت، يعني طول ما البلاي ليست قدامك ظاهره ان هي ما فيهاش اند فيديو، فده معناه ان احنا لسه ما خلصناش البلاي ليست، ولكن ان شاء الله البلاي ليست دي هتكون مفيده لاكتر درجه ممكنه. باذن الله الفيديو الجاي باختصار احنا هنشرح الرود ماب الكامله بتاعه البلاي ليست دي. باذن الله الفيديو التاني بتاع الرود ماب هينزل بكره، وانا اتمنى ان البلاي ليست دي تقدر تغير حياة إنسان واحد بس. وبإذن الله البلاي ليست دي لما تخلص لو غيرت حياة إنسان واحد بس، أنا هيبقى بالنسبة لي قدرت أغطي الهدف اللي أنا عامل البلاي ليست دي علشانه.